تخيل لو صحيت الصبح لقيت السوق واقع، الاسعار مولعه والعملاء بتطير والبيزنس بيقع، فانت وقتها كصاحب بيزنس هتتصرف ازاي؟ خلينا نكون واقعيين ونقول ان الازمات بتيجي فجاه وان السوق مش بيستأذن قبل ما يقلب، وفي اللحظه دي في بيزنس بيقع وبيزنس بيكمل، والاجمد من كده ان في بيزنس بيظهر وبيبقى اقوى من الاول. فلو حصل كده في يوم من الايام وده وارد جدا، انصحك انك اول حاجه تعملها انك تلم الدنيا شويه، لان ده مش وقت صرف ولا فشخره. اي مصروف مش ضروري لازم توقفه فورا، لازم تخلي الفلوس في الوقت ده ماشيه على اللي مخلي الشغل داير. وتاني حاجه انصحك انك تعملها انك تخليك قريب من عميلك، لان العميل في الازمه بيبقى قلقان زيك، فدورك هنا انك تساله وتطمنه وتحسسه انك موجود، لان اللي بيكسب ثقه العميل في الشده بيكسبه سنين بعد كده. وتالت حاجه خليك مرن، يعني غير عرضك او غير طريقه بيعك او طريقه كلامك، لان في الحالات دي مش دايما الاقوى هو اللي بيكسب، لكن اللي بيكسب هو اللي بيعرف يلف كويس مع السوق. ورابع واخر حاجه مش عايزك تتخض خالص، لان اسوأ القرارات بتطلع وانت متوتر وخايف، فخليك هادي واحسبها وخد قرار واحد صح احسن من 10 غلط، لان من الاخر الازمه مش امتحان فلوس، الازمه امتحان عقل واداره. وبس كده. لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.